مدافعين الزمالك النهارده كانوا بيتعاملوا مع الماتش اللي هو بمعنى إيه عايز تجيب جون تعالى تعالى من هنا من هنا، عايز تجيب جون من هنا بص امشي كده على طول، خش يمين في شمال هتلاقي صبحي شوط. ما جبتهاش جون ليه بره؟ يعني انت لعيب ما بتفهمش حاجه. واحد تاني جاي عايز تجيب جون من هناك، هو شاطها يمين المره دي، شوط انت شمال عشان تجيب جون. يا جماعه ده منظومه دفاعيه؟ ده دفاع؟ ده يعني ده قرف. يلا بينا على التفاصيل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخواتي، خلص ماتش الزمالك والداخليه بالتعادل الايجابي 1-1. الصراحه يعني الزمالك هو كسب نقطه، مش الداخليه اللي خسرت. مش الداخليه اللي كسبت نقطه، سوري. بمعنى الداخليه النهارده كان احسن وافضل من كل اي حق. يعني النهارده الداخليه ده اللي كان الزمالك، والزمالك كان الداخليه. الداخليه النهارده ضيع انفرادات، ضيع فرص، ضيع عرضيات، ضيع اجوان، كل حاجه. يعني النهارده ركله الجزاء اللي جت والسيناريو اللي حصل، الجون اللي طلع تسلل، وركله الجزاء اللي ضاعت، وركله الجزاء اتحسبت للداخليه والداخليه يكسب في الاخر، ده من وجهه نظري اللي هو يعني كرم من عند ربنا، او عدل ربنا نزل ارض الملعب وخلى الزمالك او خلى الداخليه يتعادل 1-1 وانتهى الماتش بالتعادل الايجابي نفس نتيجه الدور الاول اللي هو الذهاب. زمالك زي ما قلت قبل كده، زمالك مفكك، زمالك لا حول له ولا قوه، ومدرب لا حول له ولا قوه، باداء وفنيات لعيبه حاسه بنفسها على الفاضي. النهارده اوسوريو بدا الماتش بمحمد صبحي، حسام عبد المجيد وحاتم سكر والمسلوسي، وقدامهم اشرف رؤى ودونجا وزيزو ومصطفى شلبي وشيكابالا ونضاي وسيف الدين الجزيري. طب ايه التكتيك يعني المفروض اللي انا افهمه واللي انا شفته من مدربين كتير واللي انا شفت التحليل، بتلعب ب 3-5-2 مثلا. فاللي هو التلاته اللي خط ورا ماشي، دول هيبقوا 3 مدافعين، هيبقى في 2 جنبهم هافات بيزيروا وبيرجعوا. انا ما شفتش هافات، اللي انا شفته حاتم سكر فاتح الناحيه الشمال والمسلوسي فاتح الناحيه اليمين، هما اللي فاتحين الملعب، تمام. وعندك في النص حسام عبد المجيد هو اللي شايل الليله كلها لورا لوحده، بيغطي من اليمين للشمال، من اقصى اليمين لاقصى الشمال. ولو خدت بالك النهارده ان حسام عبد المجيد كان بيتضرب بسهوله، لان هو يعني استحاله يغطي المساحه دي كلها لوحده. وخصوصا ان واحنا قاعدين بنتفرج على الماتش تسمع المدير الفني اللي بره عمال يقول اللي هو المساعد مدحت بالهادي، زيد يا حاتم، زيد يا حاتم، زيد يا حاتم، اطلع بالكوره. طب انا اطلع بالكوره وفي اصلا اتنين، المفروض اتنين هافات قدام وجناحات قدام واتنين هناك برضو جناحات، طب انا هطلع فين اصلا؟ وفي ظهري مين بيغطي في ظهري؟ شيكابالا اللي هيعمل يزيد ويرجع؟ زيزو ما بيدافعش، مصطفى شلبي ما بيدافعش، الاثنين اللي بيدافعوا شيكابالا اللي هو كبير في السن، اكبر لاعب في السن، وابراهيم نضاي بس. مصطفى شلبي ضيف شرف في الملعب بيعمل اوفر وبس كده. كذلك زيزو بيجري الجري اللي بتاعته اللي هو 1-2 ديت في الملعب بس. اثنين اللي كان عندهم حميه وبيدافعوا وبيهاجموا بنفس القوه ونفس الشراسه هو كان شيكابالا وابراهيم نضاي فقط لا غير. دلوقتي انا بلعب بتشكيله اللي هي 3-2-5-1 تقريبا، ولا مش عارف ايه، 3-2-4-1. حلو. المفروض انا بلعب يعني اضغط، يعني ما اسيبهمش فرصه يطلعوا بالهجمه، لان هم لو طلعوا بالهجمه وزي ما انت حضرتك شفتم الهجمه اللي كانت الداخليه بتطلع بيها من خط الدفاع بتاعهم او التلت الدفاع بتاعهم بتبقى انفراد على صبحي، ما فيش فيها كلام والله. فانت المفروض بتلعب بريس عالي بقى، اضغط عالي، ضغط عالي، لا ما فيش اي ضغط. دول بيطلعوا بالهجمه بسهوله خالص وبنقولها من ورا لقدام وبيطلعوا لصبحي يضيعوها. يا جماعه انا شفت النهارده الداخليه ما بيعرفوش يستلموا الكوره. انت مستوعب ان الزمالك بيلاعب فرقه والله العظيم النهارده مثلا حوالي 60% من استلامات اللعيبه او 70% من استلامات لعيبه الداخليه غلط، والله غلط. يعني انا معايا اصحاب بيلعبوا كوره احسن منهم. انت مستوعب بتلاعب فريق الف بيه كوره غلط، فنياتهم او بيتحركوا حلو، يعني بتلاعب فريق 90% من اوفراته صح غلط ولا اوفر صح. انا مش عارف الصراحه الزمالك كان مستني ايه النهارده عشان يكسب. زي ما قلت مسلوس كان فاتح الملعب وحاتم سكر كان فاتح الملعب، ما كانش في حد بيرجع معاهم. والاثنين رؤى الصراحه انا مش عارف هو بيلعب ليه، والله العظيم يا بخته محظوظ جدا ربنا ينزله طبعا، ولكن هو يا بخته محظوظ وحاله دمنا ما فيش اي فايده بيقدمها. يعني دونجا شويه بيقاوح شويه، رؤى ما فيش خالص خالص، وجوده زي عدمه.
وبرضه انا مش قادر حتى الان مش قادر افهم فكره الاربعه اللي هو زيزو وشيكابالا ومضاي ومصطفى شلبي. يعني انا واخد بالي منه ان شيكابالا فاتح الملعب خالص هناك، وكذلك الناحيه التانيه مصطفى شلبي وزيزو، او هما بيعملوا تبادل مراكز، ولكن بيعملوا تبادل قدام. يا جماعه المفروض حد يرجع مع صح نلعب بواحد ليبرو بس، والاثنين التانيين طايرين. ف ما كنتش فاهم النهارده الصراحه يعني. وحتى برضو اللعيبه بيدوم اسوريو وبيدوم ادوار مركبه جدا، لما ما بيدومش حاجه. لما بيدوم حاجه ليفل عالي قوي فهم مش عارفين يطبقوا، مش متعودين عليه. لما الراجل ده بيهجص في التدريب، ما هو مفيش بين البنين. النهارده تيجي تبص الزمالك ولا جون يعني من هجمه شغاله. يعني الجون الاول ركنيات لعبت بسرعه، المدافع بتاع الداخليه ساذج، لو كانوا في قدام الكوره ما كانتش لعبت، بس هو كان واقف بره الملعب، فهو كان ساذج بصراحه. راح يعترض عليه. الكره اتلعبت لمصطفى شلبي شيكابالا اوفر حلو، سيف الدين الجزيري حولها بمره فرديه منه، لا اكتر ولا اقل. يعني مش هجمه مثلا او كره متعودين عليها، او مش لعب مفتوح. ركله الجزاء الجون اللي اتلغى، انا الصراحه شايف انها مش جون. ليه بقى؟ قصدي يعني اللي هي جون حقيقي صحيح. يعني الزمالك اتلغى له هدف. ليه؟ ابراهيم نضاي كان يعني بص، كان في مدافع قدامه هو كان مستخبي في ظهره، حلو، فاستحاله يكون عرض كتف ابراهيم نضاي فارق او بارز بره لاعب المدافع الداخليه، لان يعني شايفين فرق الاحجام ما شاء الله يعني. فانا اعتقد كان مستخبي في ظهره، فما كانش في رجوع من التسلل، وما كانش في تداخل. وكذلك سيف الدين الجزيري كان متغطي لانه هو كان ورا، فهو كان متغطي، ولا فات تداخل مثلا من ابراهيم نضاي، ولا فات تسلل وتحطت اللقطه بتاعت الفار كده كده، فاهم؟ اللي هو يا دوبك اهي يلا شيل. يا جماعه ده ما تسيبوها لنا 10 ثواني ولا 5 ثواني، ده انتوا تقعدوا تعدوا لنا في اللاعب اللي طالع نص دقيقه، بتجيبوا لنا الكوره وهي طايره في السماء طلعت تجيب النجم ونازل. ما تسيبوا لنا نشوف كوره تسلل ولا مش تسلل، نفهم اللعب. لا مفيش. الكوره اللي بعدها ركله الجزاء بتاعت المسلوسي، من وجهه نظري ركله الجزاء غير صحيحه. ليه؟ لان في داس قبل اللعبه للمدافع اللي عرقل المسلوسي، في داس تقريبا من دونجا او المدافع اللاعب اللي كان معاه من نادي الزمالك، في داس على وش القدم. وبعد كده اللاعب راح بتهور ضرب المسلوسي. فالمفروض الفاول يتحسب على اللعبه الاولانيه اللي هو لاعب الزمالك، اما دهس ده من وجهه نظر والله يا جماعه، ويعني بما يرضي الله بدون اي تضليل ولا نفاق. انا الحمد لله متعاون معاكم من الاول، كله بما يرضي الله بيننا وبينكم يعني. في دهس من لاعب الزمالك لوش رجل مسلوسي، قصدي لوش رجل لاعب الداخليه. فاعتقد انها كان المفروض فاول تحاسب على ديت، ما تحسبش على الثانيه، طبعا هو الحكم ما خدش باله او الله اعلم يعني. وحسب ركله جزاء دخل احمد سيد زيزو اللي السنه دي، انا دايما يا جماعه بقول احمد سيد زيزو لاعب محترف، ولكن السنه دي مش احسن حالاته. طبيعي ان اي لاعب هيجي له سنه كيرف بتاعه ينزل ويرجع يطلع تاني. فاتمنى ان هو يرجع تاني، لان هو الصراحه مش في احسن حالاته خالص. زيزو ده ركله الجزاء تقريبا الخامسه ولا الرابعه اللي هو يضيعها السنه دي، فده رقم كبير بالنسبه لزيزو. بالنسبه لزيزو هو ما ضيعش فيه ولا ركله جزاء حرفيا. جت بعد كده ركله الجزاء بتاعت قبل بس مع ركله الجزاء عايز اتكلم عن محمد صبحي. محمد صبحي من بدايه الماتش وانا شايفه غير مركز اطلاقا، او مش اطلاقا يعني. في كره طلع ياخدها بالبوكس، مع انه كان يقدر يمسكها لوحده في المنطقه، مفيش كلام بينه وبين المدافع اللي قدامه. في كوره طلع ياخدها يمسكها، عدت من بين ايده وكانت هتسبب في كارثه حرفيا. في اكتر من كوره بيتعامل معاها انها خلاص طالعه بره، وفجاه نكتشف انها كوره معديه من جنب المرمى بالظبط، يعني كانت ممكن تخدعه وتخش جون. في اعتقد ان هو بيتعامل بتعالي وغرور، وفي نفس الوقت مستواه الفني مش فارق يعني الواو عن عواد. فاعتقد ان هو المفروض ياخد مع عواد، او عواد ياخد معاه، عشان محمد صبحي يبقى في البيك بتاعه. ولكن بالطريقه ديت محمد صبحي مستواه في تراجع، ومش زي ما قلت برضه محمد صبحي مش المستوى الفارق قوي عشان ياخد الماتشات دي كلها بشكل اساسي. ف ده حاجه كنت عايز اتكلم عليها. وفي الاخر كل بقى البهدله اللي هو عملها والاخطاء، مع انه شال اجوان ولكن الاخطاء اللي هو عملها كتير النهارده بالنسبه لحارس مرمى. ده احنا بنعاتب الشناوي على خطا واحد بيعمله، فاللي هو عملها النهارده كتير، وفي الاخر ختمها بركله الجزاء اللي هو عملها. الزمالك النهارده ضاع يعني. داخليه لو بيعرف يستلم الكوره وبيعرف يلعب الاوفر وبيعرف يا جماعه، ده الواد اللي اسمه رشيد اللي لسه اول ما نزل مستلم كوره لوحده في ال 18 وشاطها طلعها بره وشه في وشه هو الجول. يعني كفايه ديت، غير الكوره اللي جت في العارضه في الاول. حرفيا النهارده الدفاع بتاع الزمالك عمال عاتب بره بسيس عدي عدي عدي،
يعني انت جاي لصبحي عدي خش صبحي هناك اخش له. ايه يا جماعه، انتوا مدافعين المفروض تقطعوا كور، مش بيتحول على الحارس بتاعك. الصراحه النهارده من الماتشات القليله جدا اللي انا اطلع اقول ان الزمالك هو اللي كسب النقطه مش خسر النقطتين. فبصراحه كان الله في عون جمهور الزمالك. ما بلاش بقى الكلام ده بالماسخ او النغمه اللي هي شغاله حته عدم استقرار والكلام ده كله، لان الزمالك ما شاء الله كره اليد هارد لك ليهم، خلصوا الماتش بتاع امبارح ولكن وصلوا نهائي افريقيا بتاع قصدي كره الطايره. والنهارده السيدات خدت بطوله افريقيا، فمعنى ذلك ان في استقرار وفي هدوء. ولو يعني ما هو الاستقرار ده اللي هيعم على النادي كله لما بيعم على اللعبه، ويعني الاستحاله مش هيعم على اللعبه وباقي الالعاب لا يعني فاهم. فالنهارده الصراحه لعيبه الزمالك هي اللي مش قادره، او هي اللي مش رجاله، او هي اللي مش عايزه تلعب، هي اللي مش عايزه تجتهد. في فرق كبير جدا بين لعيبه عايزه تجتهد وعايزه تكسب فرقتها، واللعيبه بلا اي روح وبلا اي يعني مسؤوليه. النهارده لعيبه الداخليه زي ما قلت ان ما بيعرفوش في لعيبه كتير ما بتعرفش تستلم كوره. شوف بقوا فين، عملوا ايه في الماتش ومضيعين فرص قد ايه، وكان الماتش والله يخلصوه 6-1 ولا 6-0 ولا 6-2 مثلا. والله يخلص 6. فيعني الصراحه الواحد زهق من الزمالك وزهق من عرف الزمالك، وربنا يهون بقى بالسيزون ده ويخلص على الزمالك علشان خاطر الجمهور بتاعه والله بجد صعبان عليا وربنا يعينهم ويصبرهم. وبالمناسبة عايزين نقول مروان عطية جاله عرض ب7 مليون دولار، فرقم كبير أوي، رقم ضخم أوي. فنشوف ايه اللي هيحصل ونبقى معاكم في كل تفاصيل أول بأول. السلام عليكم.